بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا صحة وسلامة وخير. اخواني جتني هواي تعليقات بخصوص خل التفاح الطبيعي اللي جاي نبيعه. اكو ناس يقولون ابو عبد الله انت جاي تبيع لنا خل خفيف ما مضبوط سعره غالي كذا، يعني هواي تعليقات. تدرون ان احنا خاصة العراقيين صعب الارضاء، يعني صعب ترضي العراقي. اخوان بالنسبة لخل التفاح الطبيعي هذا قدامكم 3 انواع. انا هسه بالنسبة لي هذا خل صافي، وهذا خل بالبثل، وهذا خل بالبثل همين يعني. بس هذا البثل ماله اكثر. ليش خليت بثل اكثر؟ على مود تشوفون الفرق اخوان. انا اذا اعطيك خل ثخين يعني تيده براسه يوصل البثل اللي جاي يعني تقريبا 3/4 البطل، يعني انت ايش حصلت بس هاي المسافه القليله من الخل. اما اذا تريدون قليل بثل يعني شوف هسه هذا الشعبيه هنا باع ارجع لكم شوي الكاميرا اللي ورا. شوف البثل ماله ايش قد هذا، يعني هم ماخذ هذا هم حرام علينا يعني. باكر عقبه يجي واحد يقول لك يا ابو عبد الله غير تعطينا خال احنا ما نريد بثل، شو نسوي بالبثل مال التفاح؟ اخوان هذا الخل الصافي، هذا خل صافي. شوف هذا بنسبه بثل كلش قليله، هذا انا كلش مصفيه يعني مصفيه بوصله اذا تعرفون قماش مثل ما يقول ململ او وصله، يعني مطيك خل صافي. بس هذا شنو بيه قليل من بثل من مخضه اخوان، مو تخضونه. شوف حتى لونه يتغير، صار اللون ماله غير شكل. اما بالنسبه لهذني اخوان انا ما اقدر ابيع لكم هيك، يعني اذا ابيع لك هيك يعني انا اغشك، يعني مطيك 3/4 بثل مطيك ربع خل. اما بالنسبه لهذا البطل، هذا البطل في نص لتر اخوان. نص لتر اني كنت ابيع اللتر قبل فتره قلت لكم ب9، بعدين سويته ب8، بعدين سويته ب6. هسه هذا نص بطل ب 3000 واللتر ب 6000. اللي يريد لتر اللي يريد نص لتر بكيفه. اخوان خل التفاح جدا غالي. ليش؟ لان يعني قليل يطلع منه خل. فلا حد اكو جماعه يقولون ابو عبد الله انت كلش غالي تبيع غالي. اخوان اكو ناس تبيع لكم حوامض، انتم جاي تشترون بطل ب 9000 وغير ال 9000. طبعا انا جاي اشوف على الانترنت وهذا زين. فانا جاي ابيع لك خل تفاح صافي وما بي كل اضافات، يعني علاج لهواي امراض هواي تعالجوا. اللي بي سكر، اللي بي ضغط، اللي بي انسداد بالشرايين، اللي عنده جرثومه المعده. فحاولت بس اوضح لكم هذا التوضيح، واشوفكم على خير ان شاء الله.